الرسام الفرنسي بول جوجان بيحكي في مذكراته عن الليلة المشؤومة اللي اتقطعت فيها ودان صديقه الرسام المشهور فان جوخ. بيقول بول جوجان إنه تلقى دعوة من صديقه فان جوخ عشان يجي يقعد معاه في المنزل الأصفر في مدينة آرل الفرنسية، وفعلا يروح بول جوجان ويقعد مع صديقه فان جوخ. وفي يوم 23/12 سنة 1888 بيحصل منهم شد في الكلام وشدة كلامية عادية جدا بسبب اختلاف وجهات النظر في أسلوب الرسم. الخلاف البسيط اللي ممكن يحصل بين أي اتنين أصحاب يتطور جدا بسبب الغضب الشديد بتاع فان جوخ، والموضوع يوصل لزعيق وخناق وصريخ لحد بول جوجان يهدد فان جوخ ويقول له لو ما بطلتش خناق انا هسيب لك البيت وهمشي. وهنا الغضب بيسيطر على فان جوخ وبيعميه تماما، بيمسك سكين ويطلع يجري ورا بول جوجان، بس بول جوجان يقدر يهرب ويسيب فان جوخ لوحده، فريسه سهله للغضب الشديد وعتاب ولوم النفس. ويفضل فان جوخ يلوم نفسه على انه السبب اللي خلى زميله يمشي ويسيبه، وفي غضبه بسبب لوم النفس يمسك شفط حلاقه ويقطع ودنه الشمال.